وشيخ هارم تحت الأنقاض لا زال يتنفس. فلما سمع أصوات المنقذين، تدرون ماذا كان يسألهم؟ كان يسألهم إناء من الماء، يريد أن يتوضأ لكي يصلي، وهو يعني محصور بين ومحصور بين طبقتين من الأنقاض. فيقولون له يعني في انتظار أن نأتيك يعني بالآلات التي سوف تستخرجك إن شاء الله تعالى آمنا، لأنه لا يستطيعون إخراجه، عليه الضغط ديال السقف وكذا الذي وقع عليه. كيقول صلي صلي، أنت معذور، صلي كما أنت. فيقول لهم يعني لا احتاج، يعني لا إشكال. ويسأل عن النبي، يسأل عن صلاته، يعني يسأل عن صلاته، يسأل عن صلاته. يعني أمر لا يتصوره العقل. وأقسم بالله يعني الذي لا يتحرك قلبه لمثل هذا، لا أدري متى يتحرك قلبه. يتحرك قلبه ويسمع كلامي، ماذا يغني عنه كلامي؟ يعني ما تراه لا أظن يعني تحتاج معه شيء آخر. امرأة يريدون استخراجها تقول لهم من فضلكم لا يقترب مني أحد، يعني حتى يرسل لي يعني شيئا أستر به نفسي. يعني تريد أن لا تخرج إلا وهي محجبة مستورة. يعني إذا لم يتحرك قلب الفتاة التي تخرج متبرجة شبه عارية في كامل زينتها، إذا لم يتحرك قلبها إيمانا نحو الحجاب وهي ترى مثل هذه المواقف، يعني ما الذي يدفع تلك المرأة لكي تسأل وهي معذورة؟ أقول هي شرعا معذورة، ومع ذلك لا تريد أن تخرج مكشوفة أمام الرجال إلا وعليها غطاؤها، حجابها الذي تعتز به وتعتبره جزءا من كيانها. الذي لا يتحرك قلبه عندما يرى شخصا من أسرة معينة سقط منزلهم، فهو بقدر الله عز وجل نجا، ومن من أهله يعني هو ممسوك بين فكي يعني سقف وأرض، لا يستطيع الخروج، لا يرى منه إلا يده، وهو يمسك بيده. يعني تخيل لو أن ذلك الذي بين الأنقاض هو والدك، أو إن كنت والدا تخيل الذي بين الأنقاض هو ولدك، وأنت تمسك بيده ولا تدري هل سيأتي الإسعاف لكي ينقذه أم لا، وأنت لا تستطيع له شيئا، لا تملك حتى أن تزعزعه، لا تملك حتى أن تمده بشربة ماء. هل ننتظر أن نرى مثل هذا كله حتى تستيقظ قلوبنا؟